خيامنا باردة، ما في خيام يعني أن قطع عليها ما في مد، لا في شيء، الأولاد تبرد. الحزينة هاي مرضى بالمشفى، قالوا لنا الله علي ما تنخرجها، ويعني حالتها ضعيفة كثير، يصير توفى. نهار المطر عنا الخيم تنقط، نوبات نطلعهم على المدرسة، نوبات على الجامع، نوبات ما نعرف وين ناخذهم، ومن تحتهم المي تجري، يعني أولاد حالتهم حالة بهشته. يا شام هذا الدفء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فمع قدوم موجة الصقيع والبرد في هذا الشتاء البارد، سارع أهل الخير والكرم في دولة قطر، وضمن حملة شتاء دافئ في الداخل السوري قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بتجهيز مادة البيرين للتدفئة. هذا البيرين مقدم من أهل الخير في دولة قطر، جزاهم الله عنا كل خير، وعن طريق فريق طاء الرحمة التطوعي. وضمن حملة شتاء دافئ سنقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتوزيع مادة البيرين على العوائل الفقيرة والمهجرة في المخيمات في الداخل السوري، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على المنفقين خيرا، وجزاكم الله عنا كل خير. يا شام هذا الدفء ملء أكفنا، والأرض تبكي والمكفكف دمعنا. يا شام هذا الدفء ملء أكفنا، والأرض تبكي والمكفكف دمعنا. السلام عليكم. اهلين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي بيرين للتدفئة مقدم من أهل الخير بدولة قطر. الله يعطيكم العافية ويعطينا العافية، والله يجزاهم الخير، والله معتازين، وشتوية جاية قاسية على برد وصقعة ومطر وخيام، وتعرفوا انتم الحالة. والله يجزاكم الخير وساعدونا قد ما تقدرون. الله يجزاكم الخير، الله يجزاكم الخير أهل قطر، دولة قطر، وإن شاء الله ظلونا تساعدون الناس، لأني والله جيب وقته بالبرد والصقعة والمطر. الله يعطيكم العافية دولة قطر إن شاء الله يا رب. قرب الشكر جزيلا لأهل قطر، الله يجزيهم الخير على مواد التدفئة اللي جت بوقت المناسب بحالة البرد القارسة جدا، ونتمنى إن شاء الله وتعالى تستمر هاي الحملات حتى تغطي الناس كلها، تطلع شتوية بخير وصحة من الناس كلها. يا شام نحيا والدعاء يمدنا، كيما نعانق أرضنا ووجودنا، وتراحموا قيلت لكي يفنى العنا. يا شام هذا الدفء من. الله يجزيكم الخير يا أهل الخير في قطر، جزاكم الله عنا كل خير. وهذه التدفئة جت بموعدها وبمكانها، نحن الآن بحاجة ماسة لها، وجانا شتوية والشتوية برد وعندنا أطفال وأولاد، نحن بحاجة لها. نشكركم جزيل الشكر، ونرجو منكم أنه ما تقطعوا عنا التدفئة والمعونة، لأنه نحن مخيمات الشمال بحاجة لها ماسة، وجزاكم الله كل خير. وتراحموا 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 وتراحموا